بلغ منتخب المغرب المستضيف ثمن نهائي كأس إفريقيا متصدرا للمجموعة الأولى بفوزه الكبير والمقنع على حساب نظيره الزامبي بثلاثية دون رد. مباراة شهدت تألق الثنائي إبراهيم دياث وأيوب الكعب الذي أحرز ثنائية منها مقصية. في الرباط توقف المطر مؤقتا ومعه توقفت عقارب ساعة الركراكي. وليد تحت ضغط لم يعيش منذ مونديال قطر بل أكثر. هذا آخر خروج قبل الأداء. الركراكي أراد تفادي رصاصات منتقديه الأكثر خطورة حتى من الرصاصات النحاسية لزامبيا، فعجل بتغيير بعض عساكره. أمرابط جلس على الدكة والزلزول أخذ مكانه المعهود يسارا، وبينهما وجد الصباري نفسه في مركز يعرفه، ويعرف وليد أن هامش الخطأ رفيع أمام تشيبولو بولو. والرصاصة الأولى كانت مغربية. الإشبيلي عبد الصمد الزلزولي وجها لوجه مع ويلارد موانزا. الزامبي تفوق على المغربي بل أجل الخطر حتى حين، والخطر جاء من القناص أيوب الكعبي وهدف العادة برأسه حول عرضية أناحي إلى الشباك الزامبية. هدف مبكر حرر الأسود والأنصار. وصل المغرب ضغطه وأرسل إبراهيم دياث هنا كرة ما هي بتسديدة ولا بتمريرة تهادت جانب القائم الأيمن، وقريبا منه إلى وسط الشباك تهادت كرة المدريدي التالية. إبراهيم دياث استقبل تمريرة زميله في الليكا أبدي ووضعها بيسر، هدفا شخصيا ثالثا له في البطولة. نجم الشوط الأول أراد أن يختمه باللقطة الأجمل. هنا عبر الحائط الزامبية لكنه اصطدم بالسور ويلارد موانزا. أما اللقطة الأجمل فجاءت مع انطلاق الشوط الثاني. أيوب الكعبي بالتخصص استقبل عرضية أناحي بطريقته المفضلة، مقصية استقرت في شباك زامبيا وأقرها الفار. الكعبي يحاول كل ما يلمس مقصية. ولكي يكتمل المشهد نال أفضل لاعب إفريقي أشرف حكيمي أولى دقائقه في البطولة، ومن أول لمساته كاد يهز الشباك. بخارج القدم سدد كرة أبعدها ويلارد موانزا بصعوبة عن مرماه. اكتفى المغرب بثلاثية، انتصار وتأهل وصدارة، والأهم هدوء داخل عرين الأسود بعد موسم عواصف. نحن راضون، ندرك جيدا أن هذه البطولة ستكون بالغة الصعوبة. نسقنا يرتفع تدريجيا وبشكل تصاعدي. نحن نتقبل الانتقادات، وكما أقول إن الانتقادات كانت دائما منذ تولينا لهذه المهمة. ومع هذا المنتخب هناك آمال كبيرة معلقة علينا، وهذا طبيعي. اللاعبون يعلمون ذلك، لكن نأمل أن تساندنا الجماهير كما فعلوا في هذه المباراة. يجب أن يعلموا أن هذا المنتخب لديه رغبة كبيرة لتحقيق أمانيهم، لكن يجب أن نكون متحدين ومتضامنين، لأن مباريات مثل مباراة مالي قادمة، وأفضل جواب كان على الملعب اليوم. أنجزنا المهمة وأثبتنا حضورنا مثل ما فعلنا منذ البداية. فرغم ما قاله البعض فإننا قدمنا أداء محترما أمام مالي، ورأينا أنهم دفعوا ثمن المجهود الكبير أمامنا في المباراة ضد جزر القمر. والسعادة هي احنا مجموعين الحمد لله، حقنا الأهم هو 3 نقاط ونتربعوا على رأس المجموعة باش نبقاو في مدينة الرباط وفي ملعب ديالنا. كنشكر الجماهير المغربية والعائلات ديالنا اللي كيساندونا دائما في السراء والضراء. الحمد لله حقنا الأهم هو 3 نقاط. كنشكر جميع اللاعبين اللي كيعطيو كل ما عندهم من أجل الراية المغربية. كنشكر الجميع، نتمنى نكملوا على نفس المنوال. هذه الجائزة بطبيعة الحال أنا فرحان بها، من الجائزة الكبرى إن شاء الله هي إن شاء الله نتوجوا باللقب إن شاء الله.